السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته، متابعينا الكرام، متابعي قناة عالم الأسعار. يا رب تكونوا بخير وبصحة جيدة. ما تنسوش تشتركوا في القناة وتفعلوا زر الجرس. نشرة أخبار الظهيرة اليوم الاثنين 7/12/2020. سياسة ثابتة السيسي: مصر لا يمكن أن تتخلى عن أي دولة عربية. قال الرئيس عبد الفتاح السيسي إن مصر لا يمكن أن تتخلى عن لبنان أو أي دولة عربية، متابعا هذه سياسة ثابتة لمصر. وأضاف خلال المؤتمر الصحفي المشترك مع نظيره الفرنسي بقصر الإليزيه الاثنين أن مصر تشجع تشكيل حكومة جديدة في أسرع وقت ممكن في لبنان، متابعا نحن مع استعادة الاستقرار في المنطقة. وتابعا تناقشنا مع ماكرون قد تكون الأمور مضطرية في المنطقة استعادة الاستقرار السياسية ثابتة. وقال الرئيس السيسي: أوجه نداء من باريس باسمي واسم الرئيس ماكرون إلى القوى السياسية في لبنان: اعطوا الفرصة لحكومة تأتي للقضاء على كل ما تعاني منه لبنان. ونتابع أخبار لبنان وليبيا واليمن. السيسي مطالب بحماية دولة من تنظيم متطرف. قال الرئيس عبد الفتاح السيسي إن مصر لديها أكثر من 55 ألف منظمة مجتمع مدني في مصر. وفي رده على سؤال أحد الصحفيين الفرنسيين عن أوضاع المجتمع المدني في مصر، قال: نقدم وكأننا لا نحترم الناس أو لا نحب مجتمعاتنا، وكأننا قادة مستبدون. لا يليق أن تقدموا الدولة المصرية بكل ما تفعله إنها نظام مستبد. وتابع السيسي: أنا مطالب بحماية دولة في تنظيم متطرف بقالة أكثر من 90 سنة. بقاله أكثر من 90 سنة استطاع أن يصنع قواعد في كل العالم، وإذ كنتم بتعانوا من التطرف فده جزء منه. مطالب بحماية 100 مليون. كنت أتمنى حد يقول لي أخبار لبنان وليبيا وباكستان والعراق واليمن ونتابع السيسي: اتفقت مع ماكرون على زيادة الاستثمارات بين مصر وفرنسا. قال الرئيس عبد الفتاح السيسي إن أوجه التعاون بين مصر وفرنسا شهدت خطوات توعية في جميع المجالات ويجري التنسيق في مختلف القضايا. وأضاف خلال المؤتمر الصحفي المشترك مع نظيره الفرنسي الاثنين أنه تم استعراض أواصر التعاون وكيفية تطورها لترتقي إلى مستوى العلاقات السياسية، وتم الاتفاق على زيادة الاستثمارات في مصر. وأكدنا على زيادة التبادل التجاري بين البلدين. وأشار إلى أنه تم الاتفاق على التعاون في مجالات التعليم والذكاء الاصطناعي والأمن السيبراني والمجالات العسكرية وتدفق السياحة إلى مصر وسط تطبيق الإجراءات الاحترازية. ونتابع السيسي: أكدت للرئيس الفرنسي على عدم ربط الإرهاب بأي دين. قال الرئيس عبد الفتاح السيسي أن مصر حققت معدلات نمو اقتصادي إيجابية في العالم وسط انتشار جائحة كورونا. وأضاف خلال المؤتمر الصحفي المشترك مع نظيره الفرنسي بقصر الإليزيه الاثنين على عدم ربط الإرهاب بأي دين وعدم الإساءة للرموز المقدسة، ومن المهم أن نتعامل بهدوء وتوازن، ودفعنا ثمنا باهظا للإرهاب والتطرف من الجيش والشرطة والمدنيين أكثر من دولة. وتابع تناقشنا على موضوعات حقوق الإنسان والإسلاموفوبيا، وأكدنا على أهمية تحقيق السلام بين الفلسطينيين والإسرائيليين، وأن الحل السياسي في ليبيا هو السبيل الوحيد للحفاظ على أمن البلد الشقيق. ونتابع طبيبة توضح الاختلاف بين فقدان حاسة الشم عند الإصابة بكورونا وأمراض أخرى. قالت الطبيبة الروسية إيلينيا سليكوفا إن فقدان حاسة الشم لا يشير دائما إلى الإصابة بعدوى فيروس كورونا. وتابعت الطبيبة: قد يتوقف الشخص عن التمييز بين الروائح عند الإصابة بنزلات برد بسبب تورم الغشاء المخاطي للأنف أو الحساسية الحادة في الوقت نفسه. يفقد الشخص حاسة الشم دون أن يعاني من مشاكل احتقان الأنف بعد إصابته بفيروس كورونا وفقا لسبوتنيك. وأوضحت الطبيبة: عادة لا توجد إفرازات ولا يوجد احتقان بالأنف
الأنف ولا توجد صعوبة في التنفس عن طريق الأنف على الإطلاق، وبعد ذلك تبدأ أعراض المرض الأساسي في الظهور خلال أيام قليلة. ويمكن أن يكون فقدان حاسة الشم أيضا أحد أعراض ورم الدماغ أو مرض الزهايمر أو مرض باركنسون، وحالة مماثلة ممكن أن تظهر ما بعد الإصابة بنوبة قلبية. وشددت سيليوكوفا على أنه في حال الأمراض المزمنة الخطيرة تختفي حاسة الشم قبل 3 إلى 4 سنوات من ظهور الأعراض الحادة للمرض. في نفس السياق ذكر طبيب الأنف والأذن والحنجرة فلاديمير زايتسيف في مقابلة مع سبوتين إن أحد أسباب فقدان حاسة الشم هو نزلات البرد في تجويف الأنف مثل التهاب الأنف الحاد أو المزمن، هكذا مع التهاب الغشاء المخاطي للأنف عندما تلتهب الأجزاء العلوية من التجويف والبصيلات الشمية قد تنخفض حاسة الشم. ونتابع مؤسسة عالمية تخفض توقعاتها لنسبة إشغالات فنادق القاهرة في 2021. خفضت مؤسسة كولروز انترناشونال العالمية المتخصصة في الاستشارات والبحوث العقارية توقعاتها لإشغالات الفنادق في مدينة القاهرة خلال عام 2021 إلى نسبة 43% خلال تقريرها الشهري للتوقعات عن أكتوبر الصادر أمس، مقابل 65% في توقعات سابقة. وترتفع ذلك بنسبة الإشغال المتوقعة بفنادق القاهرة خلال عام 2021 بنسبة 53% عن نسبة الإشغال المتوقعة لهذه الفنادق خلال العام الجاري، والتي تسجل 28% بحسب هذا التقرير. بينما حافظت المؤسسة على نفس توقعاتها لنسب الإشغال بفنادق كل من الإسكندرية والغردقة وشرم الشيخ خلال عام 2021 عند 62% و48% و43% على الترتيب. ويتوقع التقرير أن تسجل فنادق الغردقة وشرم الشيخ خلال عام 2020 نسب إشغال 26% و24% على الترتيب، وهو ما ينخفض بشكل ملحوظ عن توقعات المؤسسة في تقريرها في شهر يونيو الماضي عند 33%. ونتابع كيف يرى مصدرون اتفاقية التجارة الجديدة بين مصر وبريطانيا. قال مصدرون اتفاقية الشراكة الجديدة بين مصر وبريطانيا هي صورة مصغرة من اتفاقية مصر والاتحاد الأوروبي بنفس البنود الخاصة بالإعفاءات الجمركية الخاصة بالسلع. وأضافوا أن البلدين كان عليهما إبرام اتفاقية لتيسير التجارة فيما بينهم خاصة مع خروج بريطانيا من الاتحاد الأوروبي بريكسيت في نهاية العام الجاري. ووقعت مصر مع المملكة المتحدة اتفاقية شراكة جديدة السبت الماضي لتعزيز العلاقات التجارية والاستثمارية بين البلدين. وتتيح هذه الاتفاقية معاملات تجارية بمنتجات صناعية بين البلدين دون تعرفة جمركية، إلى جانب تحرير التجارة بمجال الزراعة والأغذية الزراعية والأسماك، والتي من شأنها أن تجعل التجارة أكثر سهولة وتحقق توفيرا كبيرا على الشركات بين البلدين وفقا لبيان من وزارة الخارجية البريطانية. وتعتبر بريطانيا ومصر شركتين تجاريين مهمين لبعضهما، وبلغ إجمالي حجم التبادل التجاري للسلع والخدمات بين المملكة المتحدة ومصر 3.5 مليار جنيه استرليني في سنة 2019 بحسب البيان. وقال هاني حسين الرئيس التنفيذي للمجلس التصديري للحاصلات الزراعية، وبريطانيا تعتبر اتفاقية مصغرة من الاتفاقية الموقعة مسبقا للاتحاد الأوروبي. ويعني خروج بريطانيا من الاتحاد الأوروبي أنها لن تكون خاضعة للاتفاقيات الموقعة مع الاتحاد، وهو الأمر الذي دفعها لتوقيع اتفاقيات تجارية مع دول العالم تمهيدا لخروجها بنهاية العام الجاري. ووفقا لبيانات بريطانيا وقعت المملكة المتحدة أو اتفقت مبدئيا خلال أقل من عامين، وبلغ إجمالي تجارة المملكة المتحدة مع هذه الدول 166 مليار جنيه استرليني في سنة 2019. ونتابع إصابة الفنانة صابرين بفيروس كورونا.
أعلنت الفنانة صابرين مساء أمس إصابتها بفيروس كورونا المستجد، وكتبت عبر حسابها على موقع فيسبوك: الحمد لله إيجابي كورونا دعواتكم. وكانت صابرين قد أعلنت يوم السبت إصابة شقيقها وزوجته بفيروس كورونا، يشار إلى أن آخر أعمال الفنانة صابرين مسلسل ليالينا 80، والذي عرض في رمضان الماضي مع النجوم خالد الصاوي، إياد نصار، وغادة عادل. ونتابع: تيار نفاث بسحب متوسطة، الأرصاد تعلن سقوط أمطار على القاهرة والدلتا. أعلنت الهيئة العامة للأرصاد الجوية عن سبب سقوط أمطار على بعض المناطق المتفرقة من القاهرة والدلتا وشمال ووسط الصعيد اليوم، وذلك عبر الصفحة الرسمية بموقع فيسبوك. وقالت إنه نظرا لعبور تيار نفاث مصاحب له سحب ما بين المتوسطة والعالية، فقد أثرت هذه السحب بسقوط بعض الأمطار العشوائية والمتفرقة على مناطق من القاهرة الكبرى والدلتا. وتابعت الهيئة أن هذه السحب مؤثرة الآن على سيناء، وستتقدم إلى مناطق من شمال ووسط الصعيد، مخلفة بعض الأمطار الخفيفة هناك. وبكده نكون قدمنا لكم نشرة أخبار الظهيرة اليوم الاثنين 7/12/2020. ما تنسوش تشتركوا في القناة وتفعلوا زر الجرس، والسلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته.